التواصل الاجتماعي الآن غزا جميع الناس. يعني لا يكاد تجد إنسان أو فرد موجود على هذا المجتمع. لا نخصص فئة الشباب في هذا الموضوع. التواصل الاجتماعي أنت تلقاه مع الكبير والصغير وأصحاب العقول الكبيرة وأصحاب العقول المتوسطة وإلى آخره. هو الآن أصبح التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا غزت جميع البيوت كما ذكرت أخي عبد الرحمن في البداية، ودخلت في كل عقل، شاب وشابة، رجل كبير في السن، رب أسرة وإلى آخره. فأنا إذا قدرت أنا كأنس أقنن ما مدى استعمالي للسوشيال ميديا والطريقة اللي أنا أستخدم فيها وبماذا أنا أستخدم السوشيال ميديا، فهنا التأثير يكون عليه إيجابي. ولكن أنا إذا فتحت المجال بالكامل ولم أقنن نفسي واستخدمت السوشيال ميديا في أشياء ما تنفعني أو أشياء قد تأخذ من وقتي وتسحب إلى آخره، وما استثمرت هذا العلم الكبير جدا الموجود الآن في نفع نفسي ونفع الآخرين، فهنا يكون التأثير ومردوده على الشخص مردودا سلبيا.